السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبطال الصف أبطال الصف الرابع الابتدائي، إن شاء الله النهاردة حبايبي هنكمل مع بعض المتميز. يا رب نقدر نخلصه كله، بس هنكمل كل الأفكار الممكنة في المتميز. كنا حلينا المرة اللي فاتت أول 5 صفحات من التشوز. هنحل النهاردة، بس هنبدأ النهاردة منين؟ عشان خاطر يبقى لمين الدنيا برضو، عشان لو كده ولا كده. هناخد النهاردة الستوري بروبلم. الستوري بروبلمز دي بتعمل مشاكل مع كل الناس، كل الناس خايفة من الستوري بروبلم رغم إنها تافهة. أعرفك بس أفكار الستوري بروبلمز اللي ممكن تجي لك عشان يبقى ركننا الستوري بروبلمز دي بقى في جنب خلاص. تمام. توكل على الله بقى، صلي على النبي كده وادخل معايا. طبعا انا مش محتاجك تكتب اي حاجه، انا محتاجك تشوف بس انا بعمل ايه وتعرف كل سؤال بيتحل ازاي، والفكره اللي انا بقولها واعيدها وازيدها تلزق في دماغك. وبعد ما بخلص بتروح انت تحل المتميز. انا كده كده قايل لك حل المتميز من المره اللي فاتت، لو لسه ما خلصتوش خلصه، خليك واد جدع او بنت شاطره وخلصه. خلاص. يلا بينا. بسم الله. هننزل بقى ايه من اول الستوري بروبلمز كده. اهي. ركز بقى معايا. بقول لي هنا draw a line of symmetry. نسينا احنا اللاين اوف سيمتري. قال لك لاين اوف سيمتري، اللاين اوف سيمتري يا حبيب قلبي يعني لاين خط زي السكينه كده، تقطع الشكل ده نصين. يعني انا عندي الشكل ده اهو، عايز اقطعه نصين قد بعض بالظبط. هتقطعه منين؟ هجيب السكينه بتاعتي واقطعه من النص كده. فيبقى ده اسمه لاين اوف سيمتري. طبعا هي مش باينه انها في النص على الشكل، بس في الحقيقه انا جبته من النص كده وقطعته عادي. واحد تاني يقول له يا مستر، طب ما انا كان ممكن اجيب السكينه بتاعتي واقطعه كده، بس بالظبط بقى اللي هو اظبطها بقى ان ده يبقى قد ده. فده يبقى ايه؟ لاين اوف سيمتري. ده اسمه ايه؟ لاين اوف سيمتري. ليه لاين اوف سيمتري؟ علشان قطع لي الشكل ده لتو كونجرانت شيبس، يعني اتنين قد بعض بالظبط. حلو. يبقى ده لاين اوف سيمتري. طب ده انا عايز لاين اوف سيمتري، واد يقول لي ايه؟ طب ما انا ممكن اجيبها كده ويبقى ده لاين اوف سيمتري. لا ده غلط بقى. ليه ده غلط؟ علشان خاطر يا حبيبي، هل الجنب ده قد الجنب ده زيه شبهه؟ لا طبعا. طالما مش شبهه يبقى ايه؟ يبقى ده مش لاين اوف سيمتري. طب علشان اخليه لاين اوف سيمتري هقطع كده. فيبقى النص اللي فوق ده قد النص اللي تحت ده بالظبط. عشان كده سمينا اللاين ده لاين اوف سيمتري. حلو. ادخل على اللي بعد. طبعا ما ينفعش اجيبها بالطول كده لان ده مش هيبقى قد ده. اجيبها ازاي؟ هجيبها كده. فيبقى ده لاين اوف سيمتري. طب دي اهو، ده لاين اوف سيمتري. خلاص. طبعا لاين يعني لازم اعمل له سهمين في الجنب، يعني انه قال لي درو ا لاين. خلصنا من دي. يبقى ده اللاين اوف سيمتري. اللاين اوف سيمتري بيعمل ايه؟ بيقطع زي السكينه، تقطع الشكل كده نصين بالظبط قد بعض. draw a line is parallel to AB. بص بقى، المفروض ان كان يبقى فيه هنا AB وما نسوها، مش مشكله. او يقول لك انا عايز AB ارسم لي لاين تاني parallel معاه. المفروض ان يبقى راسم AB كده. ده لاين اهو، يعمل لي كده AB. هي دي هتبقى جايه في السؤال تمام، بس هم تقريبا الطباعه نسيوا، الديزاينرز نسيوا يحطوا اللاين ده، افتكروها تبع الاجابه. اي بي مثلا مرسوم كده تمام. انا عايز ارسم لاين باراليل. يعني ايه باراليل؟ يعني موازي. يعني ايه موازي؟ يعني ماشي قصاده وعمره ما يقابل. فانا هاجي كده وارسم جنبيه. طبعا الرسم كله بالمسطره، بالرولر بتاعتك. ما ينفعش ترسم بايدك زي كده. انا بس عشان صعب ان انا اجيب على اللاب مسطره وبتاع، عشان هيدخلني على برنامج تاني وحاجات كده. فانا بقول لك بالشبه كده. تمام. يبقى ده باراليل مع ده. باراليل يعني ايه؟ يعني ماشي قصاده وعمره ما يقابله. فيبقى ده باراليل مع اي بي. لو جايب لي اي بي كده اهو، اي بي، ارسم باراليل ازاي؟ ارسم له باراليل اهو، حاجه ماشيه قصادها عمرها ما تقابله. يبقى ده باراليل مع ده.
ماشي. ماشي قصاده عمره ما يقابل. draw a line is perpendicular. كلمة perpendicular يعني عمودي، يعني عاملة right angle، يعني واقفة مظبوط. واقفة مظبوط دي اي سي مثلا، هو جايب لي الاي سي كده، قول لي ده الاي سي. انا عايز يا مستر حاجة تبقى perpendicular، perpendicular مع الاي سي. اعمل ايه؟ اجيب perpendicular يعني كده واقف مظبوط كده، عامل رايت انجل ورايت انجل هنا ورايت انجل هنا ورايت انجل هنا. خد بالك ان التو لاينز بيبقى عندهم، لو في تو لاينز بيربنديكولار بيعملوا ايه؟ بيعملوا فور رايت انجلز. وده سؤال بيجي في الامتحان، يقول لك the two perpendicular line make نقط right angle فور رايت انجل. اربعه، دي واحده اهي واحده اهي واحده اهي واحده اهي. ماشي. يبقى ده بيربنديكولار. طب لو راسمه لي كده وعامل لي ده اهو اي وده كده سي، اعمل ايه؟ ارسم بيربنديكولار يعني واقف مظبوط عليه كده، عامل رايت انجل، فيبقى ده هو البيربنديكولار بتاعي. يبقى انا كده رسمت البيربنديكولار. يبقى بيربنديكولار واقف مظبوط عليه، باراليل ماشي قصاده. طب انترسكت جايبها؟ لا مش جايبها. افرض قال لي انا عايز حاجه انترسكت مع اللاين ده. انترسكت يعني يقابله. يقابله يعني إيه؟ يعني يقابله باي طريقه. اهو قابله. واحد تاني كان يقول لي افرض كان كده، اقول له ايه؟ اقول له اهو قابله. عادي، اي حاجه يقابله in the intersection point، يعني في نقطه تلاقي او تقابل او تقاطع. ماشي، يعني اتنين اتقابلوا في نقطه. خد بالك بقى من السؤال ده بيجي في امتحانات، يقول لك the two parallel. parallel ادي واحد اهو وادي التاني parallel، يعني ماشي قصاده عمره ما يقابله. شوف انا بلزقها لك بكلمه، التو parallel لاينز دول هل عندهم intersection point؟ يعني ايه intersection point؟ يعني بوينت بيتقابلوا عندها هما الاثنين؟ لا طبعا. يبقى the two parallel lines has zero intersection point. ايه يا عم التابلت؟ زيرو انترسكشن بوينت يعني ما عندهمش نقطة تلاقي، ما بيتقابلوش خالص. انما لو قال لي ذا انترسكت يبقى 1 انترسكشن بوينت اهي، نقطة واحدة بيتقابلوا فيها. طب لو قال لي بيربنديكولار اقول له ادي اهو ادي اهو البيربنديكولار بيتقابلوا في كام نقطة اهي؟ بوينت واحدة. يبقى 1 انترسكشن بوينت، بوينت واحدة برضو بيتقابلوا فيها. السؤال ده هيقابلنا ان شاء الله. حلو قوي. ادخل على اللي بعده، بيقول لي how many girls in grade 5. اول حاجه لما يجيب لي دبل بار جراف اعمل ايه؟ ابص على الكي هنا جيرلز هنا بويز، الجيرلز بالجراي ده والبويز بالبينك، المفروض كان يقلبه بس مش مشكله، يلا يا عم. الجيرلز يا حبيب قلبي ده هو عايز هنا هاو ماني ايه جيرلز ان ايه برايمري 5، برايمري 1 2 3 4 5، دي برايمري 5 اهي. الجيرلز اللي هي مين؟ اللي هي الجراي، اروح للجراي 70 يبقى 70. شكرا، وبطل يا حبيبي لعب في اللغه عشان ما تغضبش. يبقى ده الجيرلز اللي في برايمري 5. خلاص. خلاص جدا. حلو. بيقول لي how many boys in primary 1. برايمري 1 فين؟ برايمري 1، برايمري 1 اهي. انا عايز البويز، البويز ده ولا ده؟ طبعا البينك اهو. انا هروح للبويز. طب بص كده، لما اجيب كده البويز هلاقيها واقفه بتوين ال 10 وال 20. طب يبقى كده كام؟ 10 و 20 بينهم كام؟ بينهم 15. لان 10 15 في النص، 20 25 في النص، 30 35 في النص كده. يعني بتوين ال 30 وال 20 في 30 في 25. بتوين ال 50 بتوين ال 10 وال 20 في ايه؟ في ال 15. يعني لو هي كانت واقفه في النص هنا كده كانت تبقى ايه؟ دي 70 و80 يبقى 75. ماشي؟ ايوه. طب هاو ماني ستودنت؟ هنا قال لي جيرلز لا، هنا قال لي بويز لا، ده قال لي ستودنت. ستودنت يعني اي حاجه، يعني كلهم الجيرلز والبويز. الستودنت في برايمري 3، اروح لبرايمري 3 اقول له البرايمري 3 الجيرلز بتاعتها بكام؟
ابص الاقيها 80، يبقى 80. استنى، مش 80 بس، بلس، لان الستودنت دي جيرلز وبوي، فانا اخدت الجيرلز 80 اروح للبويز الاقيها 90، يبقى 80 بلس 90 يبقى 170. دول الستودنت اللي في برايمري 3. بقول لك what's the difference يعني الفرق دي يعني ايه؟ يعني ماينس. ماشي يا عم، هتعمل مين ماينس مين؟ قال لك between الجيرلز and البويز in primary 4. اروح لبرايمري 4. فين برايمري 4؟ اهي. الجيرلز والبويز، البويز كام او الجيرلز كام؟ الجيرلز ب 100، اقول له 100 ماينس البويز بكام؟ البويز ب 90، يبقى 90. يبقى 100 ماينس 90 يبقى 10. يبقى ده الديفرنس. ديفرنس يعني الفرق بينهم، يعني الماينس. which grade has the same number of boys and girls؟ مين الجريد اللي عندهم نفس الرقم بتاع البويز والجيرلز؟ يعني البويز والجيرلز قد بعض. فين البويز والجيرلز قد بعض؟ هل دول قد بعض؟ لا. هل دول قد بعض؟ اه، الاثنين قد بعض اهو. يبقى برايمري 2. هكتب برايمري 2 او جريد 2. ماشي، يبقى الاثنين صح. يبقى انا كده خلصت من ايه؟ خلصت من الدبل بار جراف ده، وده جاي في الامتحان. بقول لك مش لازم هو نفسه، بس نفس الافكار يعني. بقول لك مستر محمود الخولي read 1 over 10 of a book on Monday. يعني في المانداي قرأت 1 over 10 من البوك ده، and 20 over 100 on next day. واليوم اللي بعده قرأت 20 over 100. How much did Mr. محمود read in all؟ يعني هو قرأ كام كله؟ هتعمل ايه؟ تعمل بلس طبعا. هتقول لي 1 over 10 بلس 20 over 100. استنى بقى معايا لحظة بعد إذن. اللحظة دي بتقول لك إيه؟ بتقول لك يا حبيب قلبي، هنا 10 وهنا 100، هل الاثنين ينفعوا يتعاملوا بلس والدينومينيتور ده غير ده؟ لا، لازم احط هنا زيرو عشان تبقى 100، وزي ما حطيت زيرو هنا لازم احط زيرو هنا عشان تبقى بالانس. فهنا بقت 10 اوفر 100 بلس 20 اوفر 100. اقول له 10 بلس 20 30. ما تقوليش 100 بلس 100 200، لا، ده الدينومينيتور يفضل زي ما هو، تبقى 30 اوفر 100 اوف ا بوك. يبقى هو قرأ كام؟ قرأ 30 اوفر 100. واحد تاني يقول لي يا مستر، طب ما انا كان ممكن، استنى. طب ما انا كان ممكن اكنسل الزيرو ده، طبعا هنا 10، واكنسل الزيرو ده فيبقى 10 و10. اه عادي، فتبقى 1 بلس 2 3 و10 و10 تفضل 10، يبقى 3 اوفر 10. ودي هي دي اصلا، فالاثنين هما نفس الحاجه. طيب، اصلب نفسك كده يعني، اقعد مع دول ما تنامش وانت بتشوف الحصه. اظبط نفسك كده وخليك واقف بطل كده اسد. علياء ولا عاليه؟ عاليه بوت 3.12 كيلو جرام اوف شوجر. يبقى اشترط 3.12. ماشي شكرا. and لارين bought 3.9 كيلو جرام. يبقى دي علياء عملت دي، ولارين عملت دي. who bought more؟ انا عايزك بعد اذنك تقرا السؤال وتفهم هو عايز ايه. يعني في ناس بتختصر نفسها، تقول لك ايه؟ تقول لك هعمل بلس، هعمل ماين، هعمل ملتبلاي، هعمل مش عارف ايه. يا عم هتعمل ايه هو بمزاجك؟ ما تروح تقرا السؤال. السؤال بيقول لك ايه؟ بيقول لك who bought more، يعني مين اشترى اكتر. يعني انا عايز اشوف 3.12 هي الاكبر ولا 3.9. واحد يقول لي المستعجل هيقول لي ايه؟ هيقول لي 3.12 طبعا، دي 12 ودي 9. لا يا حبيبي، بتتعمل ازاي؟ بتتعمل كده، هنا 3 في الهول، هنا 3 في الهول، هنا 1 في الديسيمال، هنا 9. يبقى 9 طبعا، وما كملش. ما تقوليش هنا 2 هنا ما فيش حاجه. بمشي واحده بواحده. هنا الهول كام؟ 3. الهول كام؟ 3. هنا 1 هنا 9. خلاص، يبقى 9 يا حبيبي، خلصنا. ما تسكتش كده. ان 3.9 دي الكبيره صح؟ اه، يبقى مين؟ يبقى لارين. تكتب له بقى كده، لارين بوت مور. يبقى لارين هي اللي اشترت اكتر.
تمام، لانه هو بوت مور لازم تجاوب مين اللي اشترى اكتر. قول له لارين. حلو قوي. جنة drank 0.43 of water and لارين برضو انا كنت مصمم على لارين ليه؟ and لارين drank 6 over 10 of water. what او who drank او drank less. مين اللي درانك يعني شرب، مين اللي شرب اقل. خد بالك انا عايز الاقل الاقل. اول حاجه هتقول لي يا مستر دي 0.43. تاني حاجه انا عايز اشوف مين الليس مين القليل، يبقى 6 اوفر 10 دي هخليها ديسيمل، خليهم الاثنين ديسيمل عشان تعرف تجيب مين الليس او المو. 6 اوفر 10 تبقى ايه؟ تبقى 0.6. خلاص انا عارفها دي 6 اوفر 10 0.6. خليت الاثنين ديسمال. روح بقى اشوف مين الكبير. هنا 0 هنا 0 هنا 4 هنا 6. طبعا ال 6 هي الكبير. ال 6 هي ايه؟ الكبيره. طب هو هنا عايز ايه؟ عايز الليس، يبقى تقول له مين؟ الليس اللي هي 0.43 اللي هي جنه. هتقول له جنه درانك less، يعني جنة اللي شربت أقل. كده تتعود تجاوب على السؤال كامل، مش تاخد حتة وتسيب حتة. draw right angle obtuse angle acute angle، طبعا الكلام ده كلام تافه. draw right angle ادي يا عم اهو وادي اهو فبقت right angle. draw obtuse angle ادي اهو وادي obtuse يعني مفتوحة اكتر كده فتبقى obtuse angle. draw acute angle ادي اهو يا حبيبي واقفلها لجوه كده فتبقى acute. دي right دي obtuse دي acute. شكرا. بقول لك safe studied math، ده مهم. safe studied math for 3 and 1 over 4 hours and science from 2 and 3 over 4 hours برضه. how many hours did safe study in all؟ يعني هو ذاكر كام كله. بقول لك سيف ستادد ماث وستادد ساينس، الماث اهو والساينس اهو، يبقى كلهم بكام؟ كلهم دي يبقى بلس، اروح اعمل بلس ماشي. هقول له ايه؟ هقول له 3 and 1 over 4 plus 2 and 3 over 4 ايكو. اعمل ايه؟ اعمل فراكشن اهو جميل، واقول له هنا 4 هنا 4 تفضل فوق، وبعدين 1 بلس 3 يبقى 4، وبعدين 3 بلس 2 يبقى 5. هتبقى 5 and 4 over 4 دي اللي هي ايكوالز كام؟ ال 4 over 4 دي بكام؟ ب 1، لان اي حاجه اوفر نفسها ب 1، يبقى 4 over 4 دي ايكوالز 1. 1 بلس 5 يديني 6 hours. يبقى هو ذاكر كام؟ ذاكر 6 hours يعني 6 ساعات. ماشي. ملناش دعوة بقى الأرقام مش جنب السؤال والكلام ده، ما تركزش في الحاجات دي، هنظبطها إن شاء الله. مستر محمود الخولي walked 7 and 1 over 7 kilometer and his student إبراهيم walked 2 and 2 over 7. يبقى مستر محمود مشي كده، إبراهيم مشي كده. What was the difference؟ difference يعني إيه؟ يعني الفرق. أنا هقول له 4 and 1 over 7 minus 2 and 2 over 7. 2 and 2 over 7 وأقول له equals وأروح أحلها. أحلها إزاي دي يا مستر؟ بص بقى معايا يا حبيبي. أول حاجة هتقول له هنا fraction، هنا 7 هنا 7 الاتنين يا مستر 7. حط ال 7 حطيتها. شوف بقى الحته دي عشان في ناس كتير بتتلخبط منها. 1 minus 2 ما تقوليش 1 عشان ما ازعلش منك، وعشان ما همسكك كده هزك اطلع منك كل المعلومات. 1 minus 2 مش 1، لان 1 اهو شيل منه 2. ما اقدرش. ال1 هشيل منه 2 ازاي؟ ما اقدرش. فال1 يروح يبور 1 من الفوق، يستلف 1 من الفوق. ركز في الحته دي. ال1 هيروح يبور 1 من الفور اهو. الفور دي تبقى ايه؟ تبقى 3. ماشي. وال1 ده يبقى ايه؟ ما تقوليش 11. احنا هنا مش بنعمل بورو في ارقام عاديه في هول نمبرز، احنا بنعمل في فراكشن.
بنعمل في فراكشن يبقى لازم تركز في الحته دي. ال1 راح اخد 1 من ال4 بقت 3، شكرا. ال1 ده يبقى ايه؟ اعمله بلس مع اللي تحتيه. 1 بلس 7 8، فتبقى 8 over 7. ماشي. وبعدين اعمل بقى 8 minus 2 equals 6. 3 minus 2 1. فيبقى 1 and 6 over 7. وما تنساش كيلومتر لان ده كيلومتر وده كيلومتر. اروح هنا بقى واحل لك مساله ثانيه عشان ما تتوهش. مساله فيها برو. المساله دي هتقول لك ايه؟ هتقول لك كده لو انا عندي مثلا 8 and 5 over مثلا 6. ماشي. minus 2 and لا 5 over 6 ايه؟ خليها مثلا ايه؟ 1 2 3 كلها هتنفع تختصر، خليها 3 وخلاص. يلا. 2 and 5 over 6. عايز احلها. اروح اقول له ايه؟ اقول له يا مستر بص، اول حاجه ما تجيبش من ورا. يعني دي 4 minus 2. ما تقوليش 4 minus 2 equal 6 وتختصر نفسك وتقول اه ده الهول ماينس الهول اهو سهله. لا يا حبيبي، دايما عود نفسك ما تجيبش من ورا، تجيب من قدام من عند الفراكشن او من عند الونز لو دي هول نمبر. فلو انا عندي 359 ماينس 282، ما تروحش تقول لي 3 ماينس 2 1. ما بجيبش من ورا انا، هجيب من الونز من هنا. دي ماينس دي وبعدين دي ماينس دي وبعدين دي ماينس دي عشان لو في برو استلف. انما لو جبت من ورا هتستلف منين؟ مفيش. يلا. يبقى انا هروح دلوقتي واقول له ايه؟ واقول له اول حاجه حط الفراكشن. تاني حاجه عينك على الدينومينيتور. هنا الدينومينيتور 6، هنا الدينومينيتور 6. حلو، خلصنا الاثنين زي بعض، حطها. وبعدين اقول له 3 ماينس 5. ال 3 هيشيل منها 5، اقدر ولا اقدر؟ ولا اقدر ولا عمر اقدر. فانا هعمل ايه؟ هقول له يا مستر 3 minus 5 can't be. ما اقدرش. طب وبعدين هتقول له ال 3 هتروح تبورو 1 من ال 8. فال 8 دي لما اخد منها 1 تبقى ايه؟ تبقى 7. اخدت منها 1. طب ال 1 الحلو ده هيروح لل 3. ال 3 تبقى ايه؟ اعملها بلس مع اللي تحتيها. 3 بلس 6 يديني 9. طب ليه انا عملت بلس مع اللي تحتيها برضو؟ عشان الناس تبقى فاهمه. المفروض ال1 اللي انت اخدته من ال8 ده هيروح لل3 اوفر 6 ب 6 اوفر 6 عشان اعرف ازوده عليه. ما ال1 اللي انا اخدته مش هيروح 1، ده هيروح 6 اوفر 6، هيروح فراكشن. فال6 اوفر 6 دي لما تروح لل3 اوفر 6 تبقى 9 اوفر 6. ان 3 بلس 6 9 وال6 تفضل زي ما هي. فبدل اللفه دي انا بقول لك هتروح تبر 1. دي تبقى 7 تمام. طب دي هتبقى كام؟ اعملها بلس مع اللي تحتيها. 3 بلس 6 يديني 9. ماينس 2 and 5 over 6. 9 minus 5 يديني 4. 7 minus 2 يبقى 5. هتبقى 5 and 4 over 6. استنى. لما تجيلي كده وينفع اعملها سمبليفاي، يعني اختصرها. يعني هنا 4 وهنا 6 الاثنين ينفعوا ديفايد 2. ديفايد 2 equals 2. ديفايد 2 equals 3. بسطها وخليها سهله وال5 تطلع زي ما هي. هتبقى 5 and 2 over 3. دي صح ودي صح. بس انا بعلمك على السمبليفاي من دلوقتي عشان السنه الجايه لازم توصلها للسمبليفاي. والسنه دي ممكن تجي لك في تشوف. تجي لك دي في تشوف وما يبقاش عندك دي، وانت تبقى مطلع الناتج ده وتعبان فيه وشقيان فيه، بس مش عارف توصلها لدي لان ما بتعرفش تعمل سمبليفاي. السمبليفاي يعني ايه؟ يعني اشوف اي حاجه من فوق تنفع ديفايدد مع اي حاجه من تحت اعملها. فهنا 4 وهنا 6 الاثنين ينفعوا ديفايد كام؟ الاثنين ينفعوا ديفايد 2. يبقى 4 ديفايد 2 ب 2. 6 ديفايد 2 ب 3. خلاص. حلو. يبقى ده لو انا عايز اعمل ماينس وبرو والحاجات الحلوه دي. بقول لك تولين has 3 pins. يعني تولين معاها 3 pins. ركز، ده هو مهم. ده مهم. 2 over 6 of them are red.
2 over 6 red. How many red pens are there؟ يعني في كام ريد في الموضوع؟ بص بقى، لازم تبقى عارف المسألة دي وعارفها كويس قوي، علشان خاطر لما تيجي في امتحان يبقى انت بتعرف تحلها. اهي زي دي برضو مهم اهي، هقولهم لك كلهم ان شاء الله. في هنا حاجة تانية ما عادش مهمين قوي الحاجات دي. ليه بقى يا حبيبي؟ عشان دايما هتجيلك في الامتحان هيجيب لك ايه؟ هيجيب لك فراكشن. فراكشن بقى من اي حاجة في العالم. فراكشن، يقول لك الجيرلز اللي في الكلاس ده، الكلاس اهو، الجيرلز اللي فيه ب 2 اوفر 5، يبقى البويز بالفراكشن بتاعتها كام؟ البويز ب 3 اوفر 5. ليه؟ علشان لازم دي ودي الاثنين مع بعض كده يبقوا 5 اوفر 5 يدوني 1. لازم كل الحاجات تبقى 1. ماشي، عملتها وخلصنا. فهقول له طب يقول لك ايه؟ يقول لك ال 2 اوفر 5 من الجيرلز دول الجيرلز. طب انا عايز اعرف في كام جيرل في الفصل ده. طب يا مستر هو الفصل كله قد ايه؟ الكلاس كله قد ايه؟ يقول لك 40 مثلا، 40 ستودنت، يعني 40 دول بويز على جيرلز، والجيرلز 2 اوفر 5. يبقى يبقى الجيرلز دي كام واحده؟ كام جيرل قاعده قدامي؟ هي دي المساله، هي دي فكره المساله، انه يجيب لي فراكشن ويجيب لي هول، فبعملهم مالتيبلاي علشان اجيب النمبر. يبقى لما يجيب لي فراكشن ويجيب لي هول اعمل ايه؟ اعملهم مالتيبلاي. ليه؟ علشان تجيب النمبر بتاع الحاجه اللي انت عايزها. طيب اروح هنا واقول له ايه؟ واقول له هنا بيقول لك 3 بينز، هم 3 بينز ماشي، يعني هي معاها كام بينز؟ 3 بينز. 2 over 6 of them are red. 2 over 6 red. هاو ميني ريد؟ عايز عدد الريد. جايب لي فراكشن وجايب لي هول، انا هقول له 3 ملتبلاي 2 اوفر 6. اعمل ايه؟ في هنا 1 بس ما بيتكتبش، انا ببينه. 3 ملتبلاي 2 يديني 6، 1 ملتبلاي 6 يديني 6. 6 اوفر 6 يعني كام؟ يعني 1. 1 ايه؟ 1 ريد بن. يبقى الريد اللي معاها 1، واحد ريد. ماشي. تعال نروح للمسألة اللي هناك بالمرة، واحنا هنا تفكرني بنفس الفكرة. بقول لك محمد has 20 cakes if 3 over 5 of them are chocolate. يعني 3 over 5 منهم الشوكليت. and اقرأ بقى يلا، اقرأ بقى يلا. and the rest دي يعني الباقي are vanilla، والباقي فانيلا. What is the number of vanilla؟ أنا عايز الفانيلا، خد بالك. ماشي؟ طيب وات شاطر يقول لي إيه؟ يقول لي يا مستر هي الفانيلا كده قد إيه؟ الفانيلا كده 2 over 5. إشمعنى؟ مش أنا قلت لك الشوكليت ب 3 over 5؟ طب والباقي فانيلا، دول 3 over 5، الباقي منهم كام؟ 2 over 5، لأن لازم الاثنين يبقوا 1، لازم الاثنين يكملوا لي 5 over 5. فانا هقول له 2 over 5 بتاع الفانيلا ملتبلاي 20، 20 over 1، واروح احلها واطلع الناتج. هكمل بعد الاذان. طبعا احنا عارفين اننا لازم نعمل ايه؟ نقول ورا الاذان، بعد ما الاذان يخلص بنقول ايه؟ اللهم رب هذه الدعوه التامه الى اخره. ماشي. احنا هنردد ورا الاذان وبعدين نقول الدعاء وبعدين نرجع تاني. يلا. قول لي هنا محمد معاه 20 cakes 3 over 5 of them are chocolate، الباقي فانيلا. What's the number of vanilla؟ فانا جبت ال 2 over 5 دي منين؟ ال 2 over 5 دي باقي ال 3 over 5 عشان تكمل 1، يبقى 2 over 5 الفانيلا الباقي. فال 2 over 5 ملتبلاي ايه؟ ملتبلاي 20 over 1. اعمل فراكشن واقول له 2 ملتبلاي 20 يديني 40، 5 ملتبلاي 1 يديني 5. ما تسيبهاش كده. 40 over 5 يعني 40 ديفايد 5، 40 ديفايد 5 ب 8، يبقى 8 فانيلا. في 8 فانيلا. ليه؟ عملت 2 over 5 اللي هو الفراكشن ملتبلاي الهول، كلهم كانوا 20. طيب
اروح هنا بقى واقول له draw A B C with measure 80. اروح اعمل ايه؟ اروح ارسم دي كده واقول له انا هجيب البروتراكتور واحطها هنا واعمل 80. فالاقيها كده اقل من 90 شويه. طبعا انت مش هترسم بالتقدير كده، انت هترسم بالبروتراكتور. واسميها كده A B C، ودي تبقى 80 degree. كده انا رسمتها. بقول لك and then classify by its type. هي نوعها ايه؟ ال 80 دي ايه؟ طبعا acute. اشمعنى acute؟ لانها less than 90، اقل من 90. ماشي؟ حلو. بقول لي find the measure of colored angle in degree. انا عايز اعرف الانجل بتاعته. علشان تعرف الانجل بعده. ادي 1، بعد البارتس ما عدش الشرط. البارتس يعني الاجزاء، يعني الحته دي اللي بين الشرطه دي والشرطه دي، دي بارت يبقى دي 1. ودي كمان 1 يبقى 2، ودي كمان 1 يبقى 3، ودي كمان 1 يبقى 4. دول 4 اوفر ايه؟ 4 اوفر 12. ده الفراكشن عشان لو عايز الفراكشن، لان هم 4 وكل الكلوك بتبقى 12. 4 اوفر 12. انا عايز الانجل بقى، هقول له ال 4 ملتبلاي 30. ادي الزيرو بره، 4 ملتبلاي 3 120 ديجري. يبقى ده 120. بس كده، بس كده، شكرا. طب ليه عملت ملتبلاي 30؟ لان انا عارف ان 1 اوفر 12 دايما ب 30 ديجري. ده المتعارف عليه اللي كلنا عارفينه. 1 اوفر 12 ب 30. 1 اوفر 12 ب 30. يبقى 4 اوفر 12 بكام؟ ال 1 ب 30. يبقى ال 4 بكام؟ اقول له 4 ملتبلاي 30. نفس الكلام هنا. عد دول كده 1 2 3 4 5. يبقى دول 5 اوفر 12 علشان لو عايز الفراكشن. بس هو مش عايز الفراكشن، هو عايز عايز الانجل. فانا هقول له ايه؟ هقول له ال 5 multiply 30 equals الزيرو ده يطلع بره، و5 multiply 3 يديني 15. يبقى 150. ماشي؟ يبقى ده الديجري. بص بقى معايا. طبعا لو جاب لي سيركل، ده شويه اسئله محترمين للسيركل قلتهم قبل كده وهقولهم تاني. لو قال لي هاف السيركل، هاف السيركل دي بايه؟ دي بكام ديجري؟ على طول ب 180. 180 ديجري اهي. ادي السيركل نصها 180. طيب طبعا نصها كده او نصها كده مش فارقه. حلو. طيب 1 اوفر 4 اوف ذا سيركل دي ب 90 ديجري اهي. 1 اوفر 4 يبقى 90. ماشي. طب 3 اوفر 4، ال 3 اوفر 4 ب 270 ديجري. الكلام ده حفظ. حفظ وريح دماغك. وطبعا ال 1 اوفر 12 عشان هتساعدني في كل حاجه ب 30 ديجري. مهمين قوي الاربعه دول. هاف 1 3 اوفر 4 1 1 اوفر 12. استنى. طب السيركل كلها، ال 1 سيركل كامله، السيركل كامله بكام؟ قال لك السيركل كامله ب 360. ده سؤال برضو حلو جدا. اروح للي بعده. بقول لك أميرة is making a design using a quadrilateral. quadrilateral الكلمة دي مهمة قوي. علشان لو جاب لي في امتحان وقال لي شوف بقى السؤال. السؤال يا سلمى، ها؟ كان بيقول لي ايه؟ كان بيقول لي نقط has four sides. الناس تروح تقول لي ايه؟ واحد يروح يقول لي سكوير، واحد يروح يقول لي ريكتانجل، واحد يروح يقول لي رومبس، واحد يروح يقول لي باراليلوجرام، ترابيزويد. ايه ده؟ انا هكتب ايه ولا ايه؟ لا يا حبيبي، ما اللي عنده فور سايتس بيتلموا في كلمه واحده. الكلمه دي اسمها كواد ريليترال. يبقى كوادريليترال دي مين؟ دي اي حاجه عندها فور سايدز. طب اي حاجه عندها 3 تبقى تراينجل. طب اي حاجه عندها 5 تبقى بينتاجون. طب اي حاجه عندها 6 تبقى هيكساجون. تمام. مهم قوي الكلام ده، مهم جدا جدا جدا. طيب يا مستر، عندي بقى السؤال بيقول لي أميرة design a quadrilateral that has only، ركز بقى،
only one pair of parallel side. الكلمة دي احفظها زي اسمك، دي لازقة في الترابيزويد أو الترابيزيوم. يبقى مين اللي عنده one pair of parallel side؟ ده الترابيزيوم. بقول لك what shape is أميرة using؟ ده الترابيزيوم كتبته. طب draw it، ارسمه أهو 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 أهو. دي بتبقى parallel مع دي. في عنده one pair بس اوف بارل. قلنا one pair زوج يعني two sides، يبقى سايد وسايد بارل. ماشي. تقول لي طب ما الباراليلوجرام عنده one pair. لا، الباراليلوجرام عنده ده باراليل مع ده فده one pair، وده كمان باراليل مع ده فكده يبقى two pairs. يبقى two pairs of parallel side، يبقى باراليلوجرام ورومبس وريكتانجل وسكوير كلهم عندهم تو بيرز. انما مين الوحيد اللي عنده 1 بير اوف بارallel سايد؟ ده الترابيزيوم. ده سؤال في الامتحان، ده هو في الامتحان وممكن يجي لك تشوز، ما يجيش كده. تمام. بقول لي احمد يلا. بقول لي احمد studied math for half hour and science for 30 minutes. How many minutes did Samira study in all؟ سميرة ايه احمد؟ طب هنا احمد، شوف ده غلطة اهي. احمد. يبقى how many minutes did أحمد study in all؟ أحمد ذاكر قد إيه كله؟ تروح تقول لي إيه؟ تقول لي على طول يا حبيب قلبي أحمد studied have، هو عايز minutes. طب يا مستر رايح have ليه؟ الهاف اور دي بكام minute؟ ب 30 minutes. طب والساينس 30 minutes يبقى 30 minutes. 30 plus 30 60 minutes. خد بالك هو قال لي how many minutes، يعني عايز عدد المينت، فلازم اعمل له مينت بلس مينت. طب ليه 30؟ انا متفق معاك وقايل لك ان ال 1 اور، الكلام ده مهم، ال 1 اور equals 60 minutes. طب وال 2 hours ايه 2 ايه؟ والهاف اورز يعني، والهاف اور يعني النص ساعه ب 30 minutes. طب يا مستر ال 1 اوفر 4 الربع ساعه بكام؟ ب 15 minutes. طب يا مستر ال 1 اوفر 3 اور التلت ساعه ب 20 minutes. مهمين قوي مهمين قوي مهمين قوي. يبقى لازم تبقى عارف الساعات دي، ولازم تبقى عارف برضو ان ال1 day اليوم equals 24 hours. ولازم تبقى عارف ان الهاف داي النص يوم ب 12 اور. الحاجات اللي البسيطه دي لازم تبقى عارفها. جميل. يبقى هنا 30 minutes plus 30 minutes يبقى 60 minutes. لو كان عايزها بالاور، لو قال لي how many hours كنت قلت له ايه؟ كنت قلت له 1 hour، لان 60 minutes ب 1 hour. يارز garden consists of 3 over 8 poppies, 1 over 4 rose and flowers in the rest. وفي الباقي flower. What fraction of flowers in the garden؟ أيوة أيوة أيوة. الله، حاجة محترمة دي، سؤال محترم ونختم بيه. نختم بيه الستوري، وبعدين نطلع كده نقول فكرتين ثلاثة في الكومبليت، ونبقى نكمل المرة اللي جاية لو لنا عمر إن شاء الله. ماشي. بص بقى معايا. بقول انا عندي جاردن اهي. الجاردن دي بتاع يارا 3 اوفر 8 بوبيز. اخدت قطعه كده منها دي 3 اوفر 8 عملتها بوبيز. 1 اوفر 4 روز، وقطعت حته كمان كده ال 1 اوفر 4 دي بتاع الروز، يبقى ده بوبيز وده روز. اند فلاورز، الفلاورز فين؟ في الريست، في الباقي، في القطعه الباقيه، يعني الحته الباقيه كلها دي فلاور. هاو او وات فراكشن اوف فلاورز، عايز اعرف الفلاورز دي الفراكشن بتاعتها كام. هتقول لي ايه؟ هتقول لي يا مستر مش لازم كلهم يبقوا 1. اه. طب يلا، عايزهم كلهم يبقوا 1. طب هتعملها ازاي؟ هتقول لي كده. طبعا دي مم. ماشي ماشي. ثواني، دي مش عليك، هتأكد بس من حاجة. زي ما توقعت، المسألة دي هي عليك الفكرة بس مش عليك
البلس والماينس بتاع الفراكشنز المختلفه في الدينومينيتور دي السنه الجايه ان شاء الله. فانا هغير المساله دي مثلا واقول لك 1 اوفر 4. ماشي. يبقى 1 اوفر 4 بوبيز، 1 اوفر 4 روز. يبقى 1 اوفر 4 هنا، 1 اوفر 4 وهنا 1 اوفر 4. ماشي. عايز اعرف الفلاورز دي تبقى قد ايه. اروح اقول له ايه؟ اقول له يا مستر 1 اوفر 4 بلس 1 اوفر 4 دي اللي هي بكام؟ 2 اوفر 4. 2 اوفر 4 ده اللي هو هاف. 2 اوفر 4 ده اللي هو كام؟ هاف، نص. يبقى الجاردن كلها اخدت الهاف بتاعها نصها، بقى ايه؟ بقى روز وبوبيز. لسه باقي قد ايه؟ لسه باقي هاف. يبقى في هاف تانيين فلاورز. ماشي. هقول لك كمان مسألة بالشكل ده عشان اللخبطة اللي حصلت. طبعا دي اكيد كانت عليهم لان المتميز ده يعني معمول من السنة اللي فاتت، كانت عليهم السنة اللي فاتت واتلغت. ماشي. فنسينا نعدل بس الفراكشن. طبعا بنعدل فيه كل سنة طبعا، ونزود أسئلة ونشيل أسئلة. بس سهوا بقى سيبنا دي. لما يقول لي انا عندي جاردن او اي حاجه اي حاجه، وقول لي عندي فلاورز فيها ب 2 اوفر 5، ده الفلاور. وعندي بوبيز ب 1 اوفر 5، وده الباقي الريست. الريست ده روز. انا عايز اعرف الفراكشن بتاع الروز. هتقول لي ايه؟ هتقول لي يا مستر 2 اوفر 5 1 اوفر 5. هروح اشوف الحته اللي انا اخدتها من الجاردن قد ايه، الحته دي كلها. علشان كده هعمل بلس. فانا هقول له 2 اوفر 5 بلس 1 اوفر 5 دي بكام؟ دي ب 3 اوفر 5. يبقى انا كده عملت ايه؟ جبت الحته اللي انا اخدتها من الجارد. طب الريست يعني الباقي. الريست دي يعني ايه؟ الباقي. الباقي روز. انا هروح اقول له المفروض كلهم يبقوا كام؟ يبقوا 5 اوفر 5. اقول له 5 اوفر 5 اللي هو 1 ماينس 3 اوفر 5 اللي هي اللي انا اخدتها، يفضل لي 2 اوفر 5 روز. يبقى ده الباقي. يبقى بعمل اللي موجود ده بلس وبعدين اشيله من ال1. ماشي. حلو. المساله دي هتيجي في الامتحان بس مش هتيجي فيها 2 فراكشن، انا مصعبها لك شويه. هيجي فيها 1 فراكشن بس. فيقول لك مثلا عندي كلاس في في 5 اوفر 8 جيرل. عايز الفراكشن بتاع البويز. هتقول له ايه؟ هتقول له 1 ماينس 5 اوفر 8. ال1 ده اللي هو ايه؟ اللي هو 8 اوفر 8، لان الدينومينيتور لازم يبقى زي بعض. 8 في الدينومينيتور 8 ماينس 5 ايكوالز 3، فتبقى 3 اوفر 5. يبقى ده الفراكشن اوفر 8 قصدي. ده الفراكشن بتاع البوي. فدي مسألة مهمة جدا جدا. طيب. يبقى ده بالنسبة للستوري بروبلمز، وتقريبا دي كل الأفكار اللي عندك في المنهج. كل الأفكار اللي عندك في المنهج ملمومة لك هنا. الحمد لله. تمام. تمام. نروح بقى نحل شوية. احنا كنا واقفين عند بيج 5. نحل مثلا بيج 6 بس. 6 بس واسيب. بقول لك which fraction equivalent to 2 over 3. مين الفراكشن اللي هنا قد 2 over 3؟ أول حاجة همسك واحدة واحدة. ال2 بقت 3 عملتها ملتبلاي كام؟ ما ينفعش. طب ال3 بقت 2 عملتها ملتبلاي ما ينفعش. وهل ال2 اوفر 3 هي 3 اوفر 2؟ لا طبعا. هل ال1 اوفر 2 هي ال2 اوفر 1؟ لا طبعا. يبقى دي مش قد دي. ايكويفالنت يعني قده. يعني لازم ده يبقى قده. فانا هقول له لا. طب 2 بقت 6 عملت ملتبلاي كام؟ ملتبلاي 3. 2 ملتبلاي 3 6. انزل تحت اعمل ملتبلاي 3. 3 ملتبلاي 3 9. دي طلعت قدها. يبقى ال2 اتعملت ملتبلاي 3 6. 3 ملتبلاي 3 9. خلاص يبقى هي. حلو قوي. ايوه ايوه. مين اللي هاز فور رايت انجلز؟ مين اللي عنده فور رايت انجلز؟ هل الباراليلوجرام؟ لا. هل السكوير؟ السكوير اهو عنده فور رايت انجل. ده رايت رايت رايت. طب مين تاني؟ ريكتانجل بس مش موجود.
طب مين بقى اللي هاز تو اوبتيوس وتو رايت وتو اكيوت؟ اهو اهو اهو. تو اوبتيوس يعني اتنين اوبتيوس، وتو اكيوت واتنين اكيوت. ده مين؟ ده الباراليلوجرام. وبرده الرومبس عنده تو اوبتيوس اهم، وتو اكيوت اهو. ماشي. يبقى الريكتانجل والسكوير فور رايت انجلز. طب الباراليلوجرام والرومبس تو اكيوت تو اوبتيوس. ماشي. هدخل على غيره. بقول لك ذا ميجر اوف رايت انجل. الرايت انجل دي بكام؟ قال لك ب 90 ديجري. خلاص. طب الستريت انجل ب 180. طب ال 40 دي اكيو. any proper fraction a than 1. البروبر دايما less than 1 يعني اقل من ال 1. البروبر اللي هو ايه؟ وقلتها قبل كده، قلت لك لما يبقى النوميريتور less than الدينومينيتور، يعني اللي فوق اقل من اللي تحت، زي 2 over 3، زي 5 over 10 او 9، زي 5 over 8، زي 5 over 2 over 12، زي 8 over 20. اي حاجه اللي فوق ده اصغر من اللي تحت يبقى كل دول less than ال1. ال1 اكبر منه. اي بروبر فراكشن ال1 بيبقى اكبر منه. ماشي. طيب والامبروبر مور ذان، العكس، الامبروبر اكبر او ايكو. هتشوفها دلوقتي. اني بروبر يبقى ليس، اقل من ال1. 46 ده الهول. هل في هول تاني؟ لا. يبقى 46 والبوينت اهي. ال5 واقفه جنب البوينت تتحط جنب البوينت، ال3 جنبها تتحط جنبها. يبقى 46.53. 46.53 فين هي؟ اهي. بقول لك مين از ا باراليلوجرام. مين اللي باراليلوجرام؟ يعني لو انا عندي باراليلوجرام اهو، طب ماله بقى الباراليلوجرام ده؟ قال لك خلينا عنده فور ايكوال سايدز. يعني الباراليلوجرام بقى عنده فور ايكوال سايدز، يعني الفور سايدز بتوعه بقى قد بعض، وكمان ايه؟ وكمان فور رايت انجل. يعني بقى الفور سايدز قد بعض. طب الفور سايدز قد بعض يبقى مين ومين؟ يبقى رومبس وسكوير. طب استنى، طب فور رايت رومبس ولا سكوير؟ طبعا سكوير. يبقى على طول اروح اختار سكوير. عارف لو شال فور رايت دي كنت اخترت رومبس. ماشي. 1 8 over 8 6 over 6 100 over 100 all of them. طب مين الشكل اللي قدامك ده؟ ده اسمه لاين او ستريت لاين. ليه؟ لانه extend in two directions. بيتمدد من two directions forever. يعني دي ماشي من هنا وماشي من هنا، محدش عارف يلمه. طب اللي فيه راي اول واحد كده ده اسمه راي. طب اللاين سيجمنت ما فيش فيها لا هنا ولا هنا. طب البوينت بوينت. The A has two acute two obvious. مين اللي عنده two acute و two obvious؟ الباراليلوجرام. طب كمل. الترابيزيوم لا. الرومبس يعني الباراليلوجرام والرومبس A و C يبقى both A and C. لما يجيب لي all of them او both A او C او both اي حاجه، لازم اقرا الاجابات كلها وبعدين اروح اشوف بقى الاجابه الصح هتبقى دي ولا اي واحده فيهم. ان ده ذا بليس فاليو. خد بالك كلمه بليس فاليو. بليس فاليو يا عمر يعني البليس فاليو يعني اسم المكان اللي انا واقف فيه. ما تقوليش البليس فاليو اوف 2 0.2. غلط. ده فاليو دي. انا عايز البليس فاليو. البليس فاليو مثلا بتاع الفور، لانه هو عايز الفور اهو. الفور دي البليس فاليو بتاعتها ايه؟ هنا 10 هنا 100 يبقى 100. فين ال 100 اهي 100. ماشي. مش تقول لي 0.04 دي لو قال لي فاليو. طيب بقول لي ان ذا تراينجل، المفروض يكتب ان ذا تراينجل ان سي اف، ان سي 4، سي اف 5، ان اف 6. then ايه ده شغال ايه؟ مفيش ولا واحد زي التاني يبقى سكالين. طب لو في 2 زي بعض يبقى ايسوسيليز. طب لو ال 3 زي بعض يبقى ايكوليترال. حلو. بقول لي هنا الهول اهو والديسيمال اهو، الزقهم في بعض يبقى 235 and او 0.25 دي.
انا عايز دي بالستاندرد فورم، هاخد الهول كله، الهول يعني اللي ما فيش فيه ديسيمل، فين اللي ما فيش فيه ديسيمل؟ او ال 53، يبقى 53، ما تقوليش 503، 53، دي 50 بلس 3. حلو. وادي البوينت، ال 3 واقفه جنب البوينت تتحط جنب البوينت، ال 2 بعيد شويه تتحط بعيد شويه. يبقى دي اروح اختارها اهي، لا مش دي اهي، عشان مستعجل ما تستعجلش. بقول لك هنا which fraction equivalent to 3 over 6. استنى بقى، في all of them صح؟ يبقى لازم اقراهم كلهم. 3 over 6 دي اصلا equal half. ليه؟ لان اللي فوق نص اللي تحت زي ما قلنا بالبلدي. لو عملت ال 3 multiply 2 هتديني ال 6. 3 multiply 2 6، يبقى دي half. half، طب اروح اختار half؟ لا استنى، طب ما ال 6 over 12 بهاف، طب ما ال 9 over 18 بهاف، يبقى all of them 0.7. وهنا 70 over 100، 70 over 100 يعني 0.70. 0.70 هي 0.7، يبقى ايكوال، هتكنسل الزيرو ده لان ملوش لازمه. لو حطيت زيروز قد الدنيا كلها هنا ملهاش لازمه، ف 0.70 هي 0.7، يبقى ده الحل بتاعه. طيب 7 over 100 ولا 7 over 10؟ طبعا 7 over 10. لو النوميريتور زي بعض الصغير هو الكبير، او بشكل تاني هتقول لي 7 اوفر 10 اللي هي 0.7، و7 اوفر 100 اللي هي 0.07. هنا 0 هنا 0 هنا 0 هنا 7، يبقى 7. هتقول لي الزيرو ده ملوش لازمه، اقول لك لا ليه لازمه. اللي ملوش لازمه اللي بيبقى هنا على اليمين. The opposite angle is a angle، طبعا acute ليه؟ صغيره اهي. عايز اعمل دي بلس، اقول له ايه؟ اقول له 2، ادي 2 او والفراكشن 1 اوفر 10 و5 اوفر 10 يبقى 6 اوفر 10. 2 and 6 اوفر 10، 2 and 6 اوفر 10 اهي. مين النمبر اللي above يعني على فوق، اللي فوق البار فراكشن ده ايه؟ ده النوميريتور. طب اللي داون او اللي تحت او اللي اندر يبقى الدينومينيتور. يعني لو انا عندي ادي الفراكشن بار اهي، ماشي، اللي فوق ده بيبقى اسمه ايه؟ بيبقى اسمه نوميريتور، اللي تحت ده بيبقى اسمه ايه؟ بيبقى اسمه دينومينيتور. حلو. 60 اوفر 100 كانسل 0 مع 0 يفضل لك 6 اوفر 10، ده هي في الامتحان. بقول لك مين اللي بلو؟ ايوه بلو هي اندر، يعني اللي تحت. مين اللي اندر البار؟ الشرطه. مين اللي تحتها؟ الدينومينيتور. 0.4 is equivalent to ال 0.4 قد مين؟ قد ال 0.40، قد ال 4 over 10، قد ال 40 over 100، يبقى all of them. لان 0.4 هي 0.40، انا لو زودت زيرو ما حصلش حاجه. طب 0.4 هي 4 over 10، طب 0.40 هي 40 over 100، كلهم ينفعوا، يبقى all of them. بقول لك AB equal BC ب 6، AC less than them، وAC اصغر منهم، يبقى تعمل ايه؟ يبقى على طول يا مستر تبقى ايسوسيليز. اشمعنى؟ عشان في تو سايدز قد بعضهم. This is a line segment، لان ما فيش فيها ري ارو من اي ناحيه، سهم من اي ناحيه، واقفه هنا وعارف البدايه والنهايه. ودي ممكن يقول لك عليها the shortest distance between two points. 5 و4 اوفر 10 دي ايكويفالنت تو ايه؟ ركز. 5 4 اوفر 10 يبقى 5.4، وممكن تبقى 5.40، وممكن تبقى 54 اوفر 10. ما هي 54 اوفر 10 يعني ايه؟ يعني البوينت افتر 1 ديجيت. طب ما لما البوينت تبقى افتر 1 ديجيت يبقى دي ال 5 وال 4 والبوينت افتر 1 ديجيت اهي، يبقى all of them. بقول لك السؤالين دول مهمين جدا. It's impossible to draw a triangle with two right و obtuse، يبقى both B و C، يعني ما ينفعش اتنين right ولا اتنين obtuse في نفس التراينجل. هنا يقول لك it's impossible to draw a triangle with one axis، ما ينفعش واحده بس تبقى axis. اقل حاجه at least ايه؟ at least two axis، at least two axis. which of the following is a mixed number؟ mixed number اهو باينه قوي. وده اسمه improper fraction، وده اسمه proper fraction، لان اللي فوق اقل من اللي تحت، هنا اللي فوق اكبر من اللي تحت. بقول لك هنا ال NC ب 9، ال CF ب 9، ال NF ب 9، يبقى على طول ده ايه؟ تراينجل رايت ولا اوبتيوس ولا اكيوت؟ طبعا اكيوت. هتقول لي يا مستر هو مال السايدز دي سايدز
مال السايتس ومال الاكيوت والاوبتيوس دي انجلز دي. ما انا قايل لك معلومه، المعلومه دي بتقول لك ايه؟ بتقول لك لو هو ايكيوليترال تراينجل، لو التراينجل ده ايكيوليترال يعني عنده 3 سايتس بتاعته ايكوال، ما ينفعش يبقى حاجه غير اكل، لا يمكن يبقى اي حاجه غير اكل. تمام. لسه كتير. انت عايز اخلص اللي تشوز. طيب بس نكتفي عشان ما تزهقش مني. واقفين عند بيج 7. طبعا انت ما تقفش لحد كده، انت تحلها كلها. ماشي. يبقى الهوم ورك بتاع المتميز اهو تاني للمره العاشره، المتميز. طب انا حليت المتميز وعايز احل اي حاجه تاني، هتجيب المحافظات وتحل فيها. المحافظات اللي هي في كتاب المعاصر اللي كنا بنحل فيها قبل ما نروح للمتميز، اللي هي كايرو وجيزه ومش عارف ايه اللي كنا بنحل فيها، حل في اي حاجه اللي فيها كلها، او مذكره التوجيه وحل فيها. بس التوجيه فيها اخطاء وفيها حاجات مش عليك، بس حل فيها، ولو وقف عليك حاجه ابعتها لي. معانا الجروبات، تقدر تبعت لي عليها اي حاجه انت عايزها، اي سؤال انت عايزه، اي حاجه انت عايزها ابعت لي على الجروبات. تمام. اشوفكم على خير يا حبايبي في الحصه اللي جايه.